صباح الخير. عندنا النهاردة مكان كده رايحينه بقالنا ياما مرحناهوش، وحابب اخدكم معايا. فلوج النهاردة هيبقى حلو جدا يعني. خلينا نتوكل على الله، خصوصا ان احنا صاحيين متأخر ما عندناش وقت. يلا بينا. ومن هنا تبدأ رحلتنا، وكان محمد هو صديق الرحلة، وكنا مبسوطين جدا ان احنا رايحين هناك، وابتدينا نتحركوا والطريق كان جميل. كنا فعلا متحركين بعد الفجر على طول، فالطريق كان منظره جميل جدا. وهنا كنا وصلنا الموقف، وكنا فرحانين جدا ان هي خلاص فاضل ساعات ونوصلوا هناك، وكنا مبسوطين جدا ان احنا رايحين سوا، وحبينا نفوله قبل ما نطلعوا الرحلة، وكنا مفطرناش فجبنا حاجة بسيطة كده ناكلوها طول السكة، على الرغم ان احنا نمنا وما حسيناش بنفسينا. وهنا اخيرا كنا وصلنا، وابتدينا نشوف الخضرة وجمال الارض، وقربنا خلاص نوصل ورايحين البيت. وهنا كنا فرحانين جدا، بس كنا سعانين جدا عشان كنا نايمين في المواصلات. وبجد كان منظر الخضرة جميل جدا، وكنا مبسوطين جدا طول ما احنا ماشيين في السكة، لحد ما وصلنا البيت وسلمنا على اهل محمد. والناس بصراحة استقبلونا استقبال جميل جدا 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 يعني. وهنا اخيرا هنشوف المنظر اللي احنا سافرنا كل ده عشان نشوفوه، جمال الطبيعة واللون الاخضر بجد جميل جدا. وهسيبكم هنا مع جمال المنظر ده، اتفرجوا وقولوا سبحان الله. وهنا طلعنا على السطح عشان نشوف الغروب، وبجد المنظر كان جميل جدا، والغروب من على السطح كان حلو جدا. واخدنا صور كتير قوي فوق، وكنا مستمتعين بالغروب من فوق. وبجد منظر الأراضي الزراعية من فوق حاجة وهم، حرفيا انت مش جايب آخر الحاجة. بسم الله ما شاء الله. وقبل ما يخلص الغروب، وبعد ما تصورنا فوق على السطح، نزلنا بسرعة عشان نلحقه ناخده كام صورة في الأرض قبل الغروب وكده. وبجد الصور كانت جميلة جدا جدا، الأرض القعدة فيها ما تشبعش منها، أجواء جميلة، استمتعنا جدا يعني الحمد لله، ولحقنا اليوم. وهنا اشترينا شوية حاجات لزوم السهر، وجينا للفقرة اللي حرفيا أنا مستنيها ومتشوق لها، وكنت متحمس جدا وقتها، ألا وهي إن احنا نولعه نار بالفحم ونقعد نشربه شاي أو نشوي على الفحم. بجد أجواء الواحد بيستناها يعني، أو كان مبسوط جدا فيها. قعدنا نحاوله كتير أوي نولعه الفحم، على الرغم إن هو مكانش راضي يولع، حاولنا بكذا طريقة، بس الحمد لله يعني في الآخر ولع. ولكن بعد محاولات عديدة وبكذا طريقة ان هو يولع، وجبنا قش يعني وحاولنا نعمله، بس الحمد لله يعني في الاخر عرفنا نولعه الفحم، وعرفنا نحط عليه كنكة الشاي او براد الشاي ايا كان، واستمتعنا باحلى كوباية شاي هناك بصراحة. اخيرا يعني ولعنا الفحم، كوباية شاي هتبقى ايه فانتاستيك. وده كان تاني يوم بعد ما صحينا، بعد سهرة جميلة كان قضيناها امبارح. الواحد حاول صحى يتأمل شوية في الجو وكده، وبصراحة الأجواء هناك بروح بفصل خالص، ومن الأجواء اللي بتساعدني على الإنتاجية بطريقة رهيبة. مش بروح هناك أذاكر، مش بروح هناك أعمل حاجة، بروح هناك أفصل، أطلع أفكار. مش لازم أفكار تبقى لحاجة معينة، ممكن أفكار لحياتك، ممكن أفكار لمشروعك، ممكن يعني أي حاجة. بقعد أفكر كتير أوي هناك، قرارات عايزة تتخذها، أي حاجة ممكن تخطر في بالك، مش لازم حاجة معينة يعني. فبصراحة من الحتت أو الأماكن اللي بعرف أفصل فيها، وبعرف أطلع أفكار كويسة جدا يعني. والوقت مهما بيعدي هناك حرفيا وانت قاعد بتكتب وبتعمل، كل ما بترفع مثلا نفسك أو عينك تحس ان انت عايز تكمل، لسه في طاقة، لسه في أمل ان انت ممكن تكمل أكتر. وصلاة الفجر أفضل الصلاة على الإطلاق صلاة الفجر. أين أنت في صلاة الفجر؟ كم عدد المصلين؟ انتبهوا يا عباد الله، ارفعوا الأعمال إلى الله في صلاة الفجر وصلاة العصر. يسألهم الله عز وجل الملائكة الذين باتوا فيكم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم يصلون واتيناهم وهم يصلون. طيب النهارده تاني يوم والحمد لله صلينا الجمعة، نازلين واخدين كوباية الشاي، هننزلوا نقعدوا في الأرض شوية، وبعد كده نتمشى في الأرض بقى. يعني كده ركبنا المايك وحاولنا ننزلوا نتمشى شوية ونشوفوا الأرض وكده. يعني عينك ما تجيبش آخر الأرض بجد.
يعني حرفيا ما تجيبش اخر الارض. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لهم يعني. مش عارف، غالبا ده قمح يا اما ذره، غالبا يعني من شكل السنابل بتاعته. هنا انا كنت مبسوط جدا بالحاجات اللي انا شايفها وشكل الارض والزرع، وبجد كانت المناظر جميلة جدا، وحاولت على قد ما اقدر استمتع واخد برضو صور وفيديوهات هناك جميلة للذكرى. فتعالوا نشوف الكلام ده مع بعض. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الناس هنا طيبة جدا يعني، هم مستغربين اللي احنا بنعملوه، وبقى كاميرات بقى فاهم، وميكروفون ومش عارف ايه والترايبودز ولا الجيمبل اللي احنا جايبينه ده ماشيين بيه نصوروا. الناس مستغربه كل ده، بس هم زي ما بقول لك، هم مش هتلاقي مثلا حد جاي ياخد منك الكاميرا، ولا حد جاي بيقول لك انت بتعمل ايه. هو ممكن وانت ماشي بس يقول لك هو انت بتصور ايه، انت تابع ايه، بس ادي بكل سلام يعني. وغير كده بقى لما مثلا يعرف ان انت بتصور فيديو او حاجه يفهم، بيقول لك انطلق براحتك بقى، عيش حياتك، صور اللي انت عايزه. بالعكس هو مبسوط جدا يعني، فاهم. بص الشكل ورا مننا جامد، بسم الله ما شاء الله يعني. احنا يا دوب بس نور الشمس. وبجد الواحد كان مبسوط جدا وهو ماشي، وهو عمال يشوف الخضرة والزرع وجمال الأرض وانت بتتمشى. بجد كان شعور بوزيتيف انرجي جدا يعني، كنت حاسس ان انت مبسوط قوي. ومقابلتك للناس الجميلة، والناس عمالة تسلم عليك وفرحانين بيك. بجد الناس هناك طيبة جدا. جمال الأرض بجد والزرع اللي انت ملهوش حدود ان انت بتبص فيه ده فظيع. وهنا كنا وصلنا عند حد جميل جدا، عم عبد الفتاح. عرف ان احنا بنصور فقالك اتصوروا معايا. عمو جميل جدا، قاعد في أرضه بيعمل كوباية الشاي بتاعته، وهو كان حد لذيذ جدا بصراحة. والصور معاه كانت جميلة جدا يعني، من أجمل الناس اللي احنا اتعرفنا عليها هناك يعني. فلو بيسمعنا، شكرا يا عم عبد الفتاح. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. وهنا بقى كنا بنتمشى وبناخد شوية صور في الطبيعة، وقلنا ندوا لحمو كده شوت سينمائي، بما انه كان الراجل المسؤول عن التصوير يعني اليوم ده، وكان بيحاول يساعدنا على قد ما يقدر. فقلنا نديله شوت سينمائي كده وهو بيصور. شاكرين والله يا شباب على اللفة الجميلة دي. أي خدمة. شاكرين يا عم حودة حبيبي. تسلم. مبسوط انت. ايوه يابا، امال ايه. ارضك. بجد الناس هنا جميلة جدا وطيبين يعني، فاهم انت. كل ما انت طول ما انت ماشي كده، مش عارف بقى هل هيبقى في صوت ولا لا. طول ما انت ماشي الناس بتسلم عليك، السلام عليكم. وعليكم السلام، تعالى اشرب حاجة. برضو لما بيفهموا انت بتعمل ايه فهم خلاص تمام، مش مهم. هم مستغربين بس الكاميرا، مستغربين لان انت بتصور، مستغرب انت بتعمل ايه. بس اول ما بيفهم خلاص الدنيا بتبقى جميلة، مش مهم. صور بالعكس يعني. عمو بتاع شاي، عمو عبد الفتاح، لما جينا صورنا معاه وكده، هو اللي طلب تعالى تصور معايا. صور وانا بعمل شاي. آه، فهو تمام يعني، مبسوط. ما اتضايقش، خلاص هو فهم احنا بنعمله ايه. خلاص مروحين، مشينا. بجد حرفيا المشكله ان انت لما تيجي تبص للساعه تلاقي نفسك بقالك يعني ساعتين بتتمشى، اللي هو ساعتين انت ما حسيتش بحاجه فيهم خالص. السلام عليكم. ساعتين ما حسيتش باي حاجه فيهم يعني، انت حرفيا عمال تلف وعايز تلف اكتر، مش حاسس ان خلاص ان انت زهقت. لا لا بالعكس، انت حابب تلف اكتر، تشوف اكتر. عينك مش شبعانه بجد، حرفيا مش عارف تجيب اخر الحاجه يعني. انت بتمشي للاخر بتلاقي بعد الاخر حاجات تاني بشويه، بشويه كتير كمان. I love you.
وهنا حمو كان حابب يهزر شوية، وكنا مروحين خلاص واليوم بيخلص. بجد اليوم هناك بيخلص بدري جدا يعني. كان مستمتع وفرحان يعني، وكان مبسوط ان احنا بنصوره. طيب الشباب محضرين الشاي تحت، والمفروض بقى نتمشى برضه النهارده تاني بس في أماكن جديدة. ومحمد بيعمل الشاي. خلينا ننزله نصوره تحت برضه النهارده شوية. غالبا النهارده آخر يوم يعني، بنفكروا نمشوا هنشوف يعني هنمشي ولا لأ. يلا بينا. السلام عليكم. الأخبار عم حودة؟ حبيبي يا عبد السلام. اتعمل لنا شاي. الفكرة مش في الشاي، الفكرة في البروسيس بتاع الشاي، الخطوات اللي بتتعمل عشان تعمل شاي يعني. بيحبوا يدوا هنا كل حاجة حقها. يعني مثلا أنا بعمل شاي عادي عندنا في الأوضة، مفيش مشكلة. حط الكتل على النار، شغل الكتل، فاهم؟ الكتل اشتغل، خلص الكتل، صب شوية مية في كوباية فيها حبة شاي وسكر وقلب واشرب وخلاص. هما هنا لا، بيحبوا دلوقتي يعني مثلا كوباية الشاي دي ان انت ممكن اهي تقعد معاهم مثلا ساعة الا ربع، نص ساعة على حسب. ما بتتعملش بالسهولة اللي هو مثلا ايه هتبان في الفيديو او السهولة اللي احنا بنشوفوها بيها، لا، تاخد وقتها. بيعملوها بضمير، بيعملوها بحب عشان يشربوها، وهو عارف ان كوباية الشاي دي هو اللي هيشربها، فاهم؟ على قد ما بيقدر بيديه حقها. فدي برضو من الحاجات يعني اللي بتختلف. هي كوبايه شاي عاديه اهي، تشوفها كوبايه شاي، اخدتها صورتها جنب كوبايه شاي تانية، هي كوبايه شاي. بس الفكره زي ما بقول لك، دي البروسيس بتاعها غير البروسيس بتاع الكوبايه التانية خالص. الخطوات اللي بتصنع بيها الكوبايه دي غير الخطوات اللي بتصنع بيها الكوبايه التانية. فعشان كده دي بيبقى طعمها مختلف، اختلاف تاني غير التانية. وخلي بالك نفس الشاي اللي بنستخدموه يعني، المهم يعني هي انواع الشاي اللي احنا بنشربوها ما فيهاش مشكله. اي شاي في سوبر ماركت هو اللي بيحطوه هنا. بس الفكره زي ما قلت لك في البروسيس. فخلينا نشربوا الشاي وبعد كده نتمشوا تاني النهارده برضو ايه في الاراضي الزراعيه كده، نبصوا على حاجات جديده. فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. الناس هنا والله بجد طيبين بجد يعني، زي ما بقول لك. حتى برضو النهارده بتشوف وشوش تانية وناس تانية مختلفة بيبصوا عليك. ها انت بتاع الكاميرا الخفية، انت يعني عندهم قابلية، فاهم؟ انت ممكن زي ما بقول لك في أغلبية الوقت حد شاف بس كاميرا ومش عارف ايه وبتصور وبتعمل، يبقى رد فعله وحش عشان فكرة ان هو ممكن يقول لك تعالى. خلينا نكمله. لو عرفت اصور حد تاني، بس هو للاسف ببقى انا ببعد عنهم الكاميرا عشان ما يظهروش وهم بيهزروا. خلينا نتمشوا كده هنا. وهنا كنا بدأنا نتحرك عشان نروح نزور حد من أصدقاء والد محمد. بصراحة من أجمل الشخصيات والناس اللي عرفناها هناك، بجد بجد من أجمل الناس اللي عرفناها هناك هو عم السيد. واللي كان بصراحة الترحاب بتاعه والاستقبال بتاعه كان جميل جدا. وبجد عم السيد كده يعني من الناس اللي هي بسم الله ما شاء الله عايش في العالم بتاعها، عاملة عالم خاص بيها وعايشة جواه. وورانا المشاتل اللي هو عاملها وشرح لنا هي بتتعمل ازاي وطريقة صنعها، وقد ايه هو بيبقى مستمتع وهو بيعمل الحاجة دي. وحضرنا الغروب هناك وحضر لنا أحلى كوباية شاي بجد شربناها هناك. كوباية شاي بجد الواحد لحد دلوقتي فاكر طعمها. زي ما هو بيقول ده بنج، ومهما هتصور فطعم الشاي عمره ما هيبان للناس. وبجد المكان هناك كان جميل، حتى صور فيه كتير بجد بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك يعني.
وكان بيحاول يشرح لنا ازاي نستفاد من حياتنا ونستمتع بيها. طيب انا عايز اقول لك، ما دام انت بتحب شغلك هتبدع فيه، هتبقى فنان في كل حاجه. اي حاجه انت بتحبها هتبقى فنان فيها. يبقى انت هتشتغل وبتعمل بيزنس وبتتمتع في شغلك. كاره الشغل يبقى لا هتنجح، لا هتعمل فلوس، ولا شغلك هيطلع مظبوط. لازم تحب اللي انت بتعمله وتكون مقتنع به، ان انت راضي عنه، وفي كل حاجة. لقمة العيش هتبقى حلوة، شغلك هيبقى حلو، حياتك هتبقى حلوة، كل حاجة هيبقى متعة بالنسبة لك. وبعد كده أخدنا وطلعنا برا عشان نشوف الغروب ونشوف الأرض من ناحية تانية، وصورنا صور جميلة أوي هناك بنفسه، وحضرنا الغروب عنده، وبجد كان من أجمل المناظر اللي شفناها في حياتنا. وهنا عم السيد كان بيصورنا بنفسه. وده كان نهاية اليوم، وحابين نشكر عم السيد وابنه خالد على الضيافة الجميلة دي. طيب خلاص، النهارده يعني آخر يوم الحمد لله، وآخر يوم هنصحى على المنظر الجميل ده. بسجل من غير مايك بصراحة، يعني قلت أسجل كده على طول. لابسين ونازلين نزور قرايب محمد، وبعد كده هنيجي نحضروا الشنط إن شاء الله، ونتغدوا ونسهروا شوية مع بعضينا، ونتوكلوا على الله بالليل بإذن الله على الفجر كده أو قبل الفجر بشوية. يعني الواحد واقف في الشباك كده بقاله شوية كتير، بيودع منظر الخضرة ده اللي طبعا مفتقده عندنا في اسكندرية وكده. بس خلينا نستمتعوا بآخر يوم، ولو في شوية حاجات كده جت في النص لقطات أو حاجة هبقى أوريها لكم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.